نعى التجمع اليمني للإصلاح إلى أعضائه وكوادره وإلى الشعب اليمني الشيخ مهيوب سعيد مدهش النقيب عضو مجلس شورى الإصلاح والرئيس السابق للمكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة مارب. وعبر الإصلاح في بيان نعي صادر عن الأمانة العامة عن أصدق التعازي لأسرة الفقيد وكل رفاقه ومحبيه ولقيادة الإصلاح وكوادره في محافظة مارب وكافة أنحاء الوطن في رحيل الوطني الصادق والتربوي المخلص. وأكد البيان أن التجمع اليمني للإصلاح والوطن عامة فقد واحدا من الرجال الأفذاذ والقامات السامقة التي سخرت نفسها لخدمة الوطن في مختلف الظروف والمراحل. وسرد البيان مناقب الفقيد وأدواره التربوية والدعوية والاجتماعية وإسهاماته في غرس قيم الحرية والعدالة وتعزيز الهوية الوطنية وتنشئة جيل جمهوري وطني والدفاع عن الوطن وثوابته ومكتسباته والتصدي للمشاريع الضيقة والخبيثة التي تحاول النيل من اليمن. وأشار بيان الإصلاح إلى أدوار الفقيد في المجال السياسي الذي كان أحد رجال الحركة الإصلاحية الوطنية وواحدا من مؤسسي التجمع اليمني للإصلاح وأول رئيس لمكتبه التنفيذي في محافظة مارب وجهوده في رفض الميدان بأكفأ الرجال الذين أثبتوا أنهم حراس المكتسبات الوطنية وصمام الجمهورية ورواد النضال السبتمبري المجيد. كما نعى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة مارب الشيخ مهيوب سعيد مدهش النقيب مؤكدا أن رحيله يعد خسارة كبيرة وأن الأوجاع تتضاعف بفقدان هذه القامات الوطنية والشخصيات الاجتماعية ورجال العلم والصلاح. وقال إصلاح مارب إن الفقيد كرس حياته في تنوير المجتمع وغرس مفاهيم العقيدة الإسلامية الوسطية والوطنية والجمهورية التي تأبى الظلم والاستعباد وترفض الطغيان والتجبر. وأضاف إصلاح مارب أن الفقيد مدهش أمضى سنواته في مارب مصدرا للخير والصلاح والتنوير ونشر قيم الإخاء والتراحم والتآلف والسماحة ونبذ العنف والعصبية والمناطقية والجهوية مكرسا حياته في بناء مجتمع تسوده المودة والألفة معليا لعاداته وتقاليده الحميدة نابذا لكل ما ينتقص من حقه كإنسان.